حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة. معي أنا عمار الصالحي. الخلافات ما بين أربيل وبغداد تنعكس سلبا في كثير من الأحيان على محافظة كركوك. كركوك تعيش في كثير من الأحيان بين الشد والجذب ما بين بغداد وأربيل. أيضا الإقليم والمركز والخلافات السياسية والأمنية تنصب في كثير من الأحيان داخل محافظة كركوك، وتكون كركوك نقطة الاقتلاع وأيضا هي نقطة الخلاف والفراق ما بين الأحزاب السياسية. كركوك تشهد انتخابات محلية بعد فترة طويلة وأيضا إدارة جديدة. هل ستكون هذه الإدارة الجديدة أيضا ضحية للخلافات ما بين الإقليم وما بين المركز؟ كل هذه المحاور سوف أطرحها على ضيفي في الاستوديو، السيد المهندس الأستاذ محمد الجميلي القيادي بالمكون العربي، حياك الله وأهلا وسهلا بك. وأيضا السيد محمد نصر الدين مراقب للشأن السياسي، حياك الله وأهلا وسهلا بك سيد محمد. خليني أبدو وياك أستاذ محمد. الخلافات ما بين أربيل وبغداد تنعكس دائما سلبا على محافظة كركوك في كثير من الأحيان، أو نرى بأن الخلاف يكون ما بين الوفود وما بين اللقاءات وما بين المشتركات حول ملف كركوك، يا أما خدميا يا أما سياسيا يا أما نفطيا. كركوك كيف تنأى بنفسها عن الصراع ما بين الإقليم والمركز؟ تحية طيبة لك أستاذ ولضيفك الكريم ومشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة كركوك من 2003 لحد اليوم هي نقطة خلاف بين القوى السياسية الموجودة سواء بالإقليم أو في المركز، وتكون حاضرة دائما وبقوة بدوامة الصراع السياسي وزجها في الصفقات. نعم. زج كركوك في الصفقات بين العديد من الأحزاب والتنظيمات الموجودة في العراق. موقعها الاستراتيجي وإرثها التاريخي وتنوعها، حقيقة هذا يأثر جدا على، أولا يأثر على أهلنا في كركوك، على شعب كركوك. نعم. راح نعيش حالة من اللا استقرار النفسي والسياسي في حال زج كركوك في الصفقات المشبوهة حقيقة. فالسياسيين الموجودين كل من يريد المصلحة الحزبة أو الجهة اللي هو ينتمي إلها، والانتخابات الأخيرة اللي حصلت حضرتك تطرقت لها، الانتخابات الأخيرة اللي أنتجت أعضاء مجلس محافظة منتخبين من جميع المكونات اللي حاليا شكلوا حكومة كركوك. نتمنى من حكومة كركوك الجديدة أن تبعد هذه المحافظة عن كل الصفقات اللي تكون بين الحكومة المركزية أو في الإقليم، وتكون خدمة لأهل كركوك، تقدم خدمة لأهل كركوك. المشاريع، التعيينات، العقود، هذا أهل كركوك محتاجية أكثر حتى تكمل سلسلة التعايش السلمي والاجتماعي في هذه المحافظة الكريمة. نعم، وهذا ما يجرنا للسؤال، خلينا أطرحه على سيد محمد نصر الدين. شلون اليوم السياسيين في محافظة كركوك يخلون كركوك تنأى بنفسها عن الصراع، وأغلب الكتل السياسية أو الأحزاب السياسية أو حتى المسؤولين في محافظة كركوك هم أحزابهم عمقهم الاستراتيجي من ناحية الأحزاب يا أما إلى بغداد ويا أما إلى الإقليم؟ بداية تحية طيبة لحضرتك والأستاذ محمد ولجمهور قناتكم الكريم. طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت مهم، نحن لأنه في بداية تشكيل بعد مرور كم شهر على تشكيل حكومة محلية. نعم. بنيت هذه الحكومة المحلية على اتفاقات بين بعض الجهات أو الأحزاب الفائزة على الانتخابات. لأول مرة في كركوك نحصل على يتم تشكيل حكومة محلية بناء على نتائج انتخابات، على الأقل لحد الآن أفضل الانتخابات اللي تجرت. شك مثلا في السابق يمكن الأخوة السنة قاطعوا فترة من الانتخابات، الأخوة التركمان كان لهم اعتراضات، الآن شارك الكل. قد يكون هناك الرؤية مختلفة حول نتائج الانتخابات، ولكن الآن هناك حكومة محلية مبنية على شراكة بين كل المكونات. نعم. الآن موجود، بمعنى لدينا الآن اتفاق سياسي على تشكيل حكومة محلية بصورة أوضح.
اتفاق على توزيع المناصب داخل كركوك بين القوائم المشاركة في الحكومة المحلية. الغائب الأكبر في تصوري عدم وجود مشروع سياسي على الأقل بين القوائم التي شكلت الحكومة. نعم. ما هو مضمون هذا المشروع السياسي؟ لو كان لدينا مع الاتفاق السياسي مشروع سياسي على الأقل للأربع سنوات القادمة اللي الحكومة المحلية راح تكون عمرها 4 سنوات، في كيفية إدارة كركوك، في تطوير اقتصاد كركوك، في الملف الأمني، في الملف السياسي والاقتصادي. لحد الآن تعرف حتى الآن الخلافات بين المشاركين في الحكومة المحلية ليس حول مشروع سياسي، حول بعض المناصب. احتجاجات راح تشوف يم مكون لأنه ما حصل على منصب، مو لأنه لا يوجد رؤية سياسية واضحة حول كيفية خدمة كركوك. نعم. وفي هذه الحيثية أستاذ محمد، الرؤية السياسية قد تكون تتقاطع ما بين المشاركين في الإدارة المحلية في محافظة كركوك، كون نرى اليوم الجميع هناك أكو توافق من الناحية الخدمية، لكن من نتطرق إلى الجانب السياسي قد يشهد هناك خلاف عربي كردي، خاصة في بعض بنود الدستور، بعض مواد الدستور، من تكون هناك أمور سياسية راح نشهد تقاطعات، بالتالي الجميع يتخوف من هذه التقاطعات، فيقول لك خليني أنا على الملف الخدمي، الملف الخدمي هو اللي يخدم المحافظة، من يكون مشروع سياسي احنا ما راح نتفق على السياسي، كون اكو احنا اجندات وايديولوجيات تختلف تماما، لكن ممكن نتفق بالخدمة لكن ما نتفق سياسيا. تعرف المشروع السياسي نعم. استاذ عمار، جزء من المشروع السياسي انه مثلا احنا نستطيع ان خلال فترة ال4 سنوات ننأى بكركوك عن مثلا الخوض في بعض المواضيع المصيرية اللي ما ممكن حسمها خلال هذه الفترة. نعم. الاتفاق على بعض المواضيع حتى السياسية لكركوك، تمهيد للمرحلة القادمة لكركوك، ممكن على الأقل بين القوائم المشاركة في الحكومة المحلية، لكن الذي نراه العكس، أنه بالإضافة إلى المشاكل المحلية موجود داخل كركوك كما ذكر أستاذ محمد، نحن في كركوك كأبناء كركوك ضحية للصراعات الموجودة خارج كركوك، لكن كركوك تصبح ورقة مفاوضة وورقة ضغط بين، يعني هسه مثلا بين المكونات كركوك. راح احكي لك على الكرد، انا كمراقب سياسي شان الكردي. نعم. مثلا احنا عندنا الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، من عندهم خلافات على تشكيل الحكومه في اقليم كردستان، اجراء الانتخابات. دا تشوف كركوك يكون جزء ضمن صفقه تشكيل الحكومه، ضمن صفقه اجراء الانتخابات، وهذا التضحيه بكركوك. نروح لبغداد نشوف انه مثلا موضوع حسم رئيس البرلمان، تشوف كركوك، مصير كركوك كلنا يدخل ضمن هذه الصفقة، أصبحت جزء من هذه الصفقة. كركوك التجاذبات والتحالفات اللي صارت براس كركوك، اتفاقات. أحد يقدر ينكر أنه كركوك كانت غائبة عن صفقة رئيس البرلمان؟ أحد يقدر ينكر أنه كركوك جزء من صفقة القادمة لتشكيل حكومة إقليم كردستان؟ بمعنى الخلافات السياسية حتى بين المكونات أنفسهم، مثلا المكون الكردي، المكون العربي، حتى المكون التركماني، كركوك دا تصير جزء من خلافات المكونات في أماكن أخرى. صراع بغداد على منصب رئيس برلمان كركوك جزء منه، صراع بربيل على حكومة أربيل وانتخابات أربيل كركوك جزء منها. بمعنى الآن لحد الآن إحنا ككركوكيين يعني غير قادرين على أن يكون لدينا مشروع كركوكي ننأى بكركوك عن هذه الصراعات، لأنه كما قلت حضرتك لحد الآن الساسة الكركوكيين بجميع المكونات لحد الآن مستعدين أن يضحوا بكركوك ومصير كركوك ضمن الصفقة الأكبر وضمن الواجهة السياسية الأكبر لمكوناتهم وصراعاتهم الذي يشوفون أكبر من كركوك. لهذا الحد الآن تشوف أي مكون من يصير عنده صراع، من ياخذ كركوك لهذا الصراع ليس لتقوية كركوك وإنما للحصول على مكاسب برأس أهل كركوك. نعم. ومحافظة. نعم. وهذا اللي نلاحظه خاصة بالآونة الأخيرة كما أشار السيد محمد، بأن كركوك تكون جسر أو معبر. شاهدناها بكثير من المكون العربي قال للأسف تداعيات إقليم كردستان وانتخابات إقليم كردستان ساهمت بتداعيات سلبية في انتخاب محافظ لكركوك، كون أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يحاول الحصول على مكاسب من خلال حكومة الإقليم، بالتالي ضغط بهذا الاتجاه. المكون العربي كان يأمل ببقاء
سيد راكان الجبوري كون هناك انتخابات برلمانية بالتالي لحصول على مكاسب أكبر. فانتخابات الإقليم بعد كم شهر انتخابات البرلمانية العامة بالعراق، هذا الانعكاس دا يصير كليته براس كركوك أستاذ محمد. نعم، قلت لك استاذ من 2003 لليوم كركوك ما خرجت عن محور الصفقات. نعم. فهذا اللي دا يصير به احنا ضحيته، احنا اللي دا ندفع ثمنه. اي تشكيل حكومه كانت محليه كانت مركزيه، او ان كان مثل ما تفضل استاذ محمد المناصب السياديه، زج كركوك واهل كركوك في هذه الصفقات. حقيقه كركوك ترفض هذا الشيء، شعب كركوك يرفض هذا الشيء، لان هذا يؤدي الى صدام يلوح بالافق. فاحنا حتى مثل ما يقولون دائما كانوا يراهنون انه كركوك برميل بارود وكركوك برميل بارود، لا، احنا نريد نعكس هذا الشيء، نريد نعكس هذا الشيء من خلال سياسينا الموجودين اللي ممثلين، سواء ممثلين عن الاخوه الكرد او التركمان او العرب او المسيح في الحكومه المحليه. يجب عكس صوره جيده خاصه للوضع السياسي الموجود، عكس الصوره الموجوده في كركوك الى بغداد، انه كركوك يجب ان يكون هناك تفاهم سياسي فيما بينهم. وهذا ممكن الجانب اللي يخص بغداد بشكل اكثر يرى مراقبون بانه يخص المكون العربي اكثر، كون ان المكون العربي يكون عمقه الى بغداد والمكون الكردي يكون عمقه الى الاقليم. داخل المكون العربي شهدنا اختلاف او انشقاق داخل المكون استاذ محمد، وكان واضح للعيان خاصه في تشكيل الاداره المحليه في محافظه كركوك. نعم، احنا كنا نأمل حقيقه نعم ان تكون الحكومه المحليه ممثله بجميع الاطراف. نعم، بجميع الاطراف من عرب وكرد وتركمان، دون اقصاء اي مكون او اقصاء اي شخص. كون الساده الفائزين، انه النواب الفائزين عن محافظه كركوك بالانتخابات صعدوا ومثلوا هذا الجمهور، فاكيد الجمهور يطلب من عندهم خدمات، يطلب من عندهم تمثيل حقيقي، يطلب من عندهم قرارات. فأنا لما أنطي صوتي لسين من الناس، وسين من الناس ما موجود في مصدر القرار، كيف راح أوصل صوتي؟ كيف راح أوصل مطلبي؟ فيجب أن يكون هناك شراكة حقيقية في حكومة كركوك المحلية. إذن هذه دعوة من جنابك حتى للمقاطعين بأن يحضروا، كونهم ما يمثلون نفسهم. أكو ناس انطتهم أمانة وانطتهم أصوات، يجب أن يلتحقون الخاطر هاي الناس، الخاطر هاي الناس، تقديم الخدمات لهاي الناس، مطالب هاي الناس. نعم، فيجب أن يكون توافق. فاللي عمله دولة رئيس الوزراء مجلس إدارة الدولة، فاللي إذا نشوف اجتماعاتهم الدورية حول إدارة ملف كركوك، فهاي بادرة جيدة كانت حقيقة، لكن نريد نطمح نحو الأحسن ونحو الأفضل. احنا ما نريد بس شعارات، ما نريد بس كلام، نريد أفعال. هاي الشباب بدها تنتظر تعيينات. نعم. هاي 7000 عقد لحد الآن المجلس المحافظة بين الحين والآخر نطلقها ولحد الآن ما أطلقوا ولا عينوا ولا عقد واحد. مسألة البترودولار، كركوك يا أخي غنية بالبترول، فمسألة البترودولار العائد مالها اللي كانوا في فترة من الفترات كانوا متعينين ويأخذون الرواتب ولو كانت قليلة، وإنما قضت على، ما نقول قضت على البطالة بصورة كاملة، ولكن قضت على شيء من البطالة. الآن العالم الخريج الأستاذ تلقاه يشتغل بالأسواق المحلية، يريد يمارس اختصاصه، يريد يمارس عمله، يريد حقه من هذا البلد، من نعم. هذا الموجود في المحافظة، الخيرات الموجودة بالمحافظة يريد ينعم بها ولو بجزء بسيط. نعم، خليني أسأل أستاذ محمد نصر الدين، شكلت الحكومة المحلية في محافظة كركوك عن طريق رئيس الوزراء، شكل
مجلس إدارة كركوك. بالتالي أيضا حتى الكتل الفائزة في محافظة كركوك عندما شكلت الحكومة شكلت كتلة إدارة كركوك، ولأول مرة نشهدها في محافظة كركوك بأنه كتلة إدارة كركوك تضم كل طبعا هذه هي حادثة يعني غريبة، لكن هي حادثة إيجابية والكل استبشر بها خير. شلون احنا بعد ما بغداد هي اللي ساهمت بشكل كبير بتشكيل الحكومة المحلية، شلون احنا اليوم يكون اكو استقلالية لإدارة كركوك، وخاصة كانت بغداد أو أطراف أخرى هي المسببة في تشكيل الإدارة المحلية. على الجانب الآخر هناك مقاطعين لهذه الإدارة، شلون المقاطعين احنا نخليهم أن ينضمون إلى هذه الإدارة حتى تكمل إدارة كركوك بجميع جوانبها وقومياتها، حتى يكون لها رأي ثقيل باتجاه بغداد أو أربيل. عندما تذكر حضرتك الاستقلالية في إدارة كركوك، نعم. يحتاج إلى الاستقلالية بالقرار السياسي، ماكو استقلالية بالقرار السياسي بكركوك. والدليل زين احنا ليش تشكيل الحكومة المحلية أصبحت في بغداد وتحت رعاية رئيس الوزراء، وتم تشكيل مجلس إدارة كركوك بعد أن فشل الكركوكيون بكل مكوناتهم في أن يتفقوا على تشكيل حكومة محلية. وهذا السبب اللي احنا نقلنا الاجتماعات من كركوك. كم شهر انتظرنا الساسة والأحزاب الفائزة بكركوك حتى يشكلون. لو مشكلين الحكومة بكركوك كنا محتاجين أن ننقل الملف لبغداد. هل كان من الأجدى لأبناء كركوك أن يتم تشكيل الحكومة المحلية بقرار سياسي كركوكي لو بقرار سياسي بغداد وتحت رعاية رئيس الوزراء؟ ليس انتقاصا من دور رئيس الوزراء، ولكن نعم. نتيجة لفشل الساسة السياسيين في كركوك عدم قدرتهم على تشكيل حكومة محلية. أنا شلون راح أأمن أنا كمواطن بعد عندي ثقة بيك أنت كعضو مجلس محافظة كركوك وأنت فشلت في إدارة إلا راح يزعزع الثقة عند الشارع. أستاذ عمار أذكرك بسالفة كلش نعم. غريبة حول كركوك. لحد الآن إحنا بهذا الدائرة دنلوف. بال2009 أتذكر إجا الرئيس الأمريكي الحالي بايدن عندما كان عضو الكونغرس الأمريكي زيارة الكركوك نعم. قعد ويا أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكون العربي والكردي والتركماني. من قعد ويت الكردي قال لي أبا تعرف العرب ايش سووا بينا، دمروا قرآن ولا الفال، سولفوا له. طلع العربي طب يمه قال لي يابا احنا تدري لك راش سووا بينا ورا 2003 هيك ولا تركمان يا ابا نفس قال يابا انتم كلكم تحجون بالماضي، عندكم شيء مشروع مشترك الكركوك حتى نساعد بيه؟ قالوا لا، كل واحد دا يحكي بمآسي الماضي. لحد الآن احنا دندور في دائرة الماضي، صراعات الماضي. فقال يابا عندكم مشروع مشترك لإدارة كركوك بين المكونات حتى نساعدكم. واحد من القادة السياسيين العرب قال له انت مو صاحب ذاك الفكرة اللي تريد تجزء العراق الفيدراليات، انت هسه تريد توصينا ابناء كركوك شلون ندير المحافظة؟ قال له شوف احنا راح نعوف العراق ونطلع، بس راح يجيكم يوم تركضون ورانا حتى نحل مشاكلكم ونسوي لكم فيدراليات. فنرجع لموضوعنا. لحد الآن في كركوك أنا ليش قلت ما عندنا مشروع كركوكي؟ لحد الآن دندور في حلقة الماضي، صراعات الماضي. يابا الماضي ما يخدم أحد. أكبر تجربة إحنا عندنا في الكرد بال91 ترى من صار الانتفاضة كان عندنا جبهة كردستانية. الجبهة الكردستانية طلعت بيان إلى عفو العام عن كل، كان عندنا مقاتلين ويا النظام كرات شايلين سلاح صاروا ويا البيشمركة، وصدر قرار عفو عام عنهم بعد هذه الصفحة نهيناه. يعني ترى ذول المشتركين والقوات العراقية كانوا يقتلون بالبيشمركة، كانوا يقتلون بالمواطنين الكرات، بس حتى ننهي هاي الصفحة وننتقل لمرحلة جديدة نبني إقليم كردستان احتاجينا هاي الصفحة. صدر قرار من إذن الجرأة هناك قرار جريء، بمعنى كركوك محتاج إلى سياسيين عندهم الجرأة لاتخاذ قرار عبور مرحلة الماضي. بقائنا في التفكير في صراعات الماضي ما راح يخدمنا. احنا في مرحلة جديدة، الله سهل لنا وحصلنا على حكومة محلية. فلن نتصور انه هاي الحكومة المحلية اذا عصا موسى راح يغير كل السلبيات، صعبة. هذا يحتاج الى تعاوننا مثل ما قال الاستاذ محمد على الذين قاطعوا الحكومة ان يشاركوا به ليمثلون الناس، ثقة مواطنين كركوك. حتى قانون كركوك
يقول لك تشكيل الحكومة من مكونات كركوك بغض النظر عن نتائج الانتخابات. هذا ما موجود بنص القانون مال كركوك. زين هذا استثناء، ليش اعطينا الكركوك؟ يجوز احنا انا واحد من الناس انتقدت هذا، بس هذا الموضوع لانه كركوك يحتاج الى توافق، يحتاج الى مشروع لكل مشروع كل ابناء كركوك يلقى بيه جزء منه، حتى اذا مو كله جزء من هذا المشروع يخدمه. فبمعنى نحن كلما صار عندنا لحد الان، تدري واحده من مشاكلنا شنو؟ لحد الان الفرقاء كركوك الخارج الحكومه المحليه دي يتقوى بخارج كركوك. شلون يتقوى بخارج كركوك؟ ما دا يحاول يحل المشكله داخل كركوك، انه يتفق مع فرقاء كركوك، يحاول يتقوى او يحاول ان يضغط على اخوانه بكركوك من خلال المشاكل الموجوده بغير مكان. مثلا صار صفقه ببغداد، مثلا يجوز انا راح احكي لكم حتى لا يصير انه نعم. مثلا صفقه رئيس الجمهوريه، من يصير مثلا باكر الانتخابات صفقه رئيس الجمهوريه، راح يصير منافسه بين من؟ بين الاحزاب الكرديه الرئيسيه. يابا تعال شاركه قطيك جزء مثلا من فلان منصب بكركوك وفي المنصب مال رئيس الجمهوريه. زين انت ليش ما تجي تنتظر الى ان يكون حصولك على مناصب كركوك جزء من صفقه من خارج كركوك؟ نعم. ليش ما تجي تشارك من الاول؟ انت استحقاقك، شارك، تقدر تحصل مناصب وتقدر. نعم. وهذا ايضا يعني يجرنا الى اسئله ممكن ان تتاخر تشكيل الحكومه في اقليم كردستان الى ما بعد الانتخابات التشريعيه العامه بالعراق، حتى تكون صفقه واحده على كل المناصب اللي هي بغداد ولا زين حصلنا على حكومه محليه. نعم. ولا كان يتاخر. نعم. خليني اسال الاستاذ محمد الجميلي على الطرف الاخر، يقول لك احنا لازم ننسق ما بين الاقليم وبغداد، خاصه عندنا جوانب امنيه، اكو خطوط تماس، اكو الويه مشتركه، نريد نفعل الويه مشتركه. اليوم حتى نشهد بانه بعض فلول الارهاب قاعد تستغل كركوك، فلازم احنا اكو تنسيق ما بين اربيل وما بين بغداد تجاه محافظه كركوك، لاهميه محافظه كركوك كون هناك خطوط تماس. فالطرف الاخر لازم يخلي كركوك ضمن هذه المشتركات. نعم. حقيقه امن كركوك يجب ان يحفظ من اهل كركوك اولا. نعم. الامن الداخلي يجب ان يحفظ من اهالي كركوك. على اهالي كركوك حفظ امن كركوك، والتبليغ على اي اشخاص مشتبه بهم او حركات مشتبه بها، مساعده الاجهزه الامنيه بهذا الامر. اما خطوط التماس حقيقه هذا شيء مهم حتى لا توجد ثغرات، يجب ان يكون هناك تنسيق، ويجب ان يكون هناك شيء مشترك او الويه مثل ما تفضلت، تكون الويه مشتركه من ابناء كركوك. ابن كركوك هو احق بحمايه محافظته، خلي تكون انه الويه مشتركه من ابناء محافظه كركوك، وتكون ارتباطها بالمركز وهي تحفظ امن كركوك. الجيش موجود، الجيش العراقي موجود، الجيش العراقي هو حامي البلد، فان يكون يحمي العمليات المشتركه موجوده. خلي تكون شيء مشترك مع اهالي كركوك، مع ابناء كركوك، للحفاظ على امن كركوك. هذا يسهل المهمه حقيقه. انا لما اكون في خطر وعندي من يدافع عن ارضه من ابناء المحافظه، انا اكون في مأمن. اذا كانوا هم محبين لهذا ارضهم، راح يكونون مع تنسيق مع هاي العمليات المشتركه مع الجيش العراقي الموجود، وسد هاي الفراغات. الجيش العراقي الموجود هو هاي شغلته، انه يحمي حدود البلد وحدود المحافظات والمناطق الساخنه. نعم. اذا انت مع بعض النقاط فيما يخص هناك تنسيق مشترك ما بين اربيل وبغداد في الملف الامني دون الملف السياسي؟ دون الملف السياسي، نبعد الملف السياسي عن الملف الامني. الملف الامني ملف خاص، ملف بارواح ناس، اذا صارت لا قدر الله رجعنا الى المربع الاول وعانينا ما عانينا اللي صار بابناء محافظتنا. زين، فاحنا حتى نكون منصفين نبعد الملف السياسي، لان الملف السياسي هو مصلحه شعب كركوك حقيقه. الملف السياسي هو ملف خدمي. يعني من اكون في ملف سياسي وراح اقدم التنميه، الخدمات، الامن الموجود، الامن الاجتماعي الموجود، هاي كلها نقاط بعيده عن الامن، امن محافظه او حمايه محافظه من خطر الارهاب الموجود حاليا، واللي نشوف المنطقه وضعها ساخن حقيقه.
فلما يكون الجيش العراقي موجود احنا مأمنين على محافظتنا من أي خطر يحدق بها. وتفعيل الجهد الاستخباري، تفعيل الجهد الاستخباري أمر جدا مهم، وأن يكون تعاون. ندعم شعب كركوك التعاون مع الأجهزة الأمنية حتى نحافظ على أمن محافظتنا ونعيش بسلام. نعم، وهذا ما نتمنى. خليني انتقل لاستاذ محمد نصر الدين. شلون انا اليوم انأى بكركوك، وخاصة اكو مثلا بنود بالدستور ممكن تكون بها ضحية كركوك. احنا نشاهد مثلا المادة 140، نشاهد مثلا فيما يخص قانون النفط والغاز. الخلافات الرئيسية قد تكون في هاي المواد ما بين بغداد ما بين أربيل هي كركوك، بالتالي يصبح ممكن الموضوع أكبر حتى من محافظة كركوك. تعرف الخلافات الموجودة بكركوك هذا مو سوء ظن ببغداد. نعم، احنا بنقول بغداد اكو جهات سياسية هي اللي تشكلت حكومة، واكو جهات سياسية لها الدور الأكبر والفاعل في الحكومة. نعم، تعرف مرات اكو خلافات حتى بكركوك احنا ما نقدر نحسمها، نعطي فرصة لبغداد والجهات السياسية المسيطرة ببغداد ان تلعب لعب بكركوك. مثلا انت انا وياك من ما نتفق على منصب، وين نروح لبغداد. بغداد يجي راح يحسم لك هذا الموضوع، لو يخليك بغير موقع ويستغل هذا التناقض الموجود، هذا الخلافات. اعتقد حتى بعض المواد بغداد غير صادقة في تنفيذ كثير من وعودها حول كركوك، احكيها بصراحة. بس تدري شنو؟ من يريد يضغط على العرب السنة، مادة 140 هيجي ومادة 140 راح ننفذها. يا مادة 140 المفروض انتم تنفذوه 31/7 31/12/2007، ليش ما نفذتوا؟ ليش؟ وين اللجنة مال مادة 140؟ هي هسه استغلال هاي الصراعات. قانون النفط والغاز، منو معطل قانون النفط والغاز؟ قانون النفط والغاز اذا بغداد والمسيطرين والفاعل السياسي الاكبر بالعراق اذا يريد يطلع قانون النفط والغاز باكر يطلعه. ليش ما يطلعه؟ ليش بقرار من محكمة وقفوا تصدير النفط من اقليم كردستان، ليش ما يطلعون القانون؟ هذا استغلال لأزمات الإقليم واستغلال لأزمات قسم أيضا يروح أبعد من ذلك إلى المحكمة الاتحادية، كون أنه شاهدنا تأجيل 3 و4 مرات في قضية النظر. المحكمة الإدارية عفوا في على الحكومة يعني لماذا هذا التأجيل؟ هل هو لإعطاء فرصة للتوافق أم هو للضغط على أذكرك بسالفة. مثلا راح أعطيك نموذجين على رؤساء البرلمان صار عندهم شغله بالمحكمه الاتحاديه. نعم، سيد سليم الجبوري، الدكتور سليم الجبوري راح المحكمه الاتحاديه، ايش قد على دعوه فساد راح، ايش قد طول؟ نعم، نص ساعه وطلع ورجع. سيد محمد الحلبوسي كان قاعد بالشاكوش بيده، قال له يابا المحكمه الاتحاديه طلع. ليش المحكمه الاتحاديه مالت كركوك يطول بيه؟ استغلالا لهذا الموضوع للضغط عليك بمواضيع اخرى. هذا ابن كركوك دا يعطي فرصه، ابن كركوك دا يعطي فرصه حتى للتدخلات الخارجيه. ليش ملف كركوك ما بي تدخلات خارجيه؟ دول خارجيه ودول اقليميه ما تتدخل بكركوك. سببها شنو؟ انا وابن كركوك، انا الكردي وابن كركوك العربي والتركماني من ما نتفق نعطي حتى فرصه للدول الاقليميه ان تتدخل. الدول الاقليميه تتدخل ذاك اليوم احنا مو سوينا احصاء. نعم، مو دولة إقليمية حكت على الإحصاء، قال الإحصاء ما نقبل يستخدم هيجي وما نقبل يصير فلان في أي ينكتب بالأقلية. يابا هذا إحصاء نسوي، أنت شو لك علاقة بغير دولة بإحصاء داخل دولة مسوينا إحصاء تنموي. هذا كله لأنه ما عندنا إحنا إحنا ما عندنا مشروع كركوك. نعطي فرصة للفاعل السياسي الأكبر بالعراق أن يلعب داخل ملفات كركوك ويستغل ملفات كركوك لمصالحه. ترى من يقول لك مثلا المادة 140، مثلا المكون السني والتركماني خايف من المادة 140، مثلا المكون الكردي يريد تنفيذ هذه المادة. هذا مادة دستورية ما حد ينكرها. الأخوة التركمان مو راحوا اشتكوا بالمحكمة الاتحادية؟ نعم. قالوا يابا هذا المادة انتهى توقيته. قال لا، هذا مادة موجودة حية إلى أن ينفذ. هذا الحكي ايش وقت؟ قبل 10 سنين. أشو ما نفذتوه؟ مبقينا سيف يريد يستخدمه، يريد يرضي الكرد، يحكي لك مادة 140، يريد يضغط على العرب والتركمان، يقول لك محتاج تنفيذه. هذا بمعنى احنا اذا نريد نخدم كركوك خلينا نعطي مبررات للجهات السياسيه خارج كركوك ايا كان، كردي عربي تركماني، ان يكون له دور مؤثر في القرار
السياسي والاقتصادي والامني بكركوك. نعم. على ملفات مثلا الالويه، ليش منو مانع تشكيل الويه للشرطه الاتحاد، الويه للشرطه افواج طوارئ؟ مو قالوا راح نشكل؟ منو ليش ما تشكل؟ يعني انت باعتقادك الكردي ما يريد تشكيله، العربي ما يريد تشكيله، زين هذا منو يريد لازم يشكله؟ بغداد. ليش ما شكله؟ ليش ما شكله؟ لانه احنا كركوكين ملتهين بصراعاتنا، ملتهين هذا المنصب يمي. يعني شوف معتقدين مثلا اذا مدير الشرطه ظل يمي بانه انا كل انجازاتي انه فلان منصب ظل يمي. نعم، وهذا هو ما يسوق للشارع. فبالتالي شاهدنا هناك يعني انعكاس سلبي، كون انه كان الهدف الرئيسي مثلا حول الانشقاق اللي صار بالمكون العربي، كون اني لو المحافظ لو كانما فشلت بالانتخابات فشل ذريع، في حين اني ممكن ما اخذ المحافظ انجح بكثير من الاداريات اخرى. وايضا هناك كان تاثير سلبي على المكون الكردي وهجمه على المكون الكردي، وتحديدا على حتى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، كون انه اتهموا اخذ المنصب المحافظ على حساب مدراء دوائر كثيره ضحى بها. خليني اسالك استاذ محمد حول المقاطعين في المكون العربي، هل ينتظرون قرار المحكمه الاتحاديه ام عليهم اليوم ان يلتحقوا مثل ما ذكر استاذ محمد حتى لا ينطون فرصه للتدخلات؟ بالتالي من راح احنا يلتحقون ممكن المكون العربي بالاداره الجديده في محافظه كركوك، يلبون طلباتهم، بالتالي راح يقطعون الفرص على التدخلات الاخرى. حقيقه مثل ما ذكرت لك استاذ عمار، نعم، انه المرشح الفائز حاليا عضو مجلس المحافظه يمثل جمهور، وهذا هو مطالب من هذا الجمهور، ما يمثل نفسه حاليا هو ملك لهذا الجمهور اللي انتخبه ووصله لهذا المكان. تقديم الخدمات عن طريقهم. اعتقد شكلوا لجان 14 لجنه او 15 لجنه، لو تتفعل هاي اللجان من لجان النفط والغاز والزراعه واللجان الخدميه، هنا راح تحرك الدوائر الخدميه في كركوك لتقديم خدمات لهذا المواطن اللي يفتقر لابسط شيء، اللي هي حاليا ازمه الكهرباء اللي موجوده حاليا عندنا. زين، ممكن عن طريقهم وعن طريق طلبات الى الوزاره ولو هي عامه في العراق، ولكن البارحه شفت تقرير تجهيز كركوك 6 ساعات. هاي المحافظه النفطيه اللي تنتج نفط وفيها محطات كهرباء عملاقه، 6 ساعات تجهيز كهربائها، هذا يأثر سلبا على المواطن. نعم. حقيقة استاذ محمد، شلون شفت المناصب للمكون العربي او تقسيم المناصب داخل محافظة كركوك؟ حقيقة المناصب لم تقسم كلها لحد الآن، يعني نعم، جزء من المناصب، وحاليا دا يوزعون المناصب تدريجي. نعم، المناصب هو المنصب تكليف مو تشريف. نعم، أنا لما أكون في منصب ما هل هو كان مطمئن للمكون العربي؟ هو أكيد مطمئن للمكون العربي إذا كان هذا الشخص كفؤ. نعم. احنا أي شخص كفؤ ندعمه حقيقي بالمكون العربي، نريد أشخاص كفؤين واللي موجودين ما بيهم قصر إن شاء الله، نريد منهم تقديم خدمات، لأنه هو يمثل مكون يمثل بالتالي يمثل شعب كركوك. أنا لما أروح يم مدير دائرة إن كان عربي وقدم لي خدمة وأنا كنت من المكون الآخر الكردي أو التركماني أو المسيحي، أنا راح هذا الشخص هذا الكفؤ راح أقول هذا الشخص المدير العربي والله إنسان كفؤ وقدم لي خدمة، ما راح أقول إنه ليش ما خليته هذا بمكانه كردي أو تركماني. كذلك الشغلة عكسية إذا تروح. فإحنا نريد إنه أي منا مطالبة لأي مدير دائرة عربي أن يقدم ما بوسعه من خدمات شعب كركوك، لأن شعب كركوك يستحق كل الخير. شعب كركوك شعب مسالم، شعب كركوك شعب عايش حياة اجتماعية وتماسك اجتماعي. ما نريد أن نفرق بين أحد، وأن يكون هدفه خدمي للمصلحة العامة لا المصلحة الشخصية. متفائل بالقادم لمحافظة كركوك إن شاء الله. تنأى بنفسها ما بين إن شاء الله إن شاء الله. هناك يعني ما دام أكو الطاقة الشبابية الموجودة حقيقة
الموجودين حاليا بالمحافظة يريدون يقدمون خدمات من خلال مراقبة عملهم، من خلال احتكاكنا معاهم، يريدون يقدمون خدمات للمجتمع بأي طريقة كانت. فنتمنى أن تكون السياق اللي يعملون به سياق صحيح، سياق ينأى عن القومية، ينأى عن العرقية، أن يكون ممثل لجميع المكونات. نعم، وهذا ما نتمنى. خليني بسؤال أخير مع أستاذ محمد نصر الدين. ممكن الإدارة اليوم المحلية في محافظة كركوك أو التشكيلة الحالية عندما تقدم خدمة حقيقية وتنال رضا الشارع في محافظة كركوك، اليوم الشارع بكل قوة من يكون داعم لهذه الحكومة، الشارع راح هو يمنع تدخل الإقليم أو تدخل بغداد بالشأن الكركوكي أكثر حتى من السياسيين في محافظة كركوك. هسه الواقفين بوجه الحكومة المحلية هم المقاطعين. نعم. اللي ينتقدون الحكومة المحلية هم المقاطعين للحكومة المحلية. نعم. نسأل، هل المقاطعين من المكون الكردي، جزء من المكون الكردي مقاطع، نعم. جزء من المكون العربي والتركماني مقاطع العملية الحكومة المحلية، هل لديهم مشروع سياسي اقتصادي أمني الكركوك يختلف عن الموجودين داخل الحكومة؟ لا، اختلافاتهم على المناصب. ترى ماكو شيء اسمه مشروع، هو ما مختلف على الموجود داخل الحكومة المحلية لأنه عنده مشروع، مجرد اختلاف على انه يعتبر نفسه فائز ما حصل على منصب. اقول لي مثل نكته، يا بالعراق ماكو واحد فايز هو اللي حصل. اعطيك امثله عليه. الفائز بالانتخابات كان الدكتور اياد علاوي، والسيد نور المالكي صار رئيس وزراء. مره ثانيه السيد نور المالكي كان الفائز، استاذ حيدر عبادي صار رئيس وزراء، والاخير جابوا استاذ عادل عبد المهدي كتوافقي، وبالاخير من جابوا الكاظمي هم توافقي، وجابوا السيد محمد شيع سوداني ما عنده كتله سياسيه، الرجال ما عنده كتله سياسيه، كان عنده كرسي واحد، وبالاخير من سحبوا الصدريين صار كرسيين مقعدين، وهذا استحقاق يصير رئيس وزراء. بمعنى خلينا نكون صادقين ويا ابناء كركوك. متفائل بالحكومه الاداريه اذا ما خرجنا من عباءة برئاسه السيد ريبوار طه. يجب على الكل دعم الحكومه، لانها هاي الحكومه تعرف اي واحد من الاخوه العرب لو المسيحيين مثلا هسه راد ينسحب من المجلس، شو يصير بحال الحكومه المحليه؟ بمعنى ما ذاك الزمان انتهى انه مكون واحد يتفرد بكركوك. مجلس المحافظه الاخوه العرب المشاركين اذا قاطعوا المجلس ما تنتهي الحكومه المحليه. نعم. بمعنى انت مؤثر يابا، لازم الحكومه من رقبته. نعم. ماكو شيء، خاصة بأن عدد المقاعد قل وأصبح إخلال النصاب سهل. ماكو شيء اسمه أنه تعال شارك اخدم، لا تنتقد المرحلة. كل كركوك هسه دنباو على المرحلة الجديدة، عندنا حكومة هسه الماخذ منصب ماخذه باستحقاقه، ما بي منية. العربي ماخذ منصبه ما حد منية مطياه، الكردي انتخابات صحيح خلافات واتفاقات، يابا بكل العالم الاتفاقات يجي، مو كل اللي يفوز يحصل. اقل انت عندك فرصه بكركوك يقول لك تعال شارك. ليش هسه السيد مقتدى الصدر مو قائمه الفائزه؟ عنده احد هسه؟ بس فبمعنى من نتغلب على المصالح الضيقه الحزبيه. متفائل بالقادم في محافظه كركوك ان تنأى بنفسها وبالاداره؟ اذا ما ساعدتنا قرار المحكمه الاتحاديه بانه يابا ما لكم حق، الحكومه حكومه شرعيه، الاخوه راح يشاركون وان شاء الله نشوف خير. نعم، واكيد نتمنى دائما الخير لمحافظة كركوك ولجميع المحافظات العراقية الأخرى. السيد محمد الجميلي القيادي بالمكون العربي، أشكرك جزيل الشكر وشكرا لتلبية الدعوة. أيضا الشكر موصول لك أستاذ محمد نصر الدين مراقب الشأن السياسي، شكرا لتلبية الدعوة. شكر موصول إليكم أيضا مشاهدينا الكرام، والتقيكم في مواضيع أخرى وفي حلقات قادمة. تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.